هل تثق بنفسك؟ هل تثق بنفسك؟ لا تجبني بسرعة. توقف، تنفس، وواجه السؤال بصدق. ليس لأن الإجابة سهلة، بل لأن هذا السؤال هو مفتاح كل خذلان عشته أو عشته، كل خيانة وكل وجع. اليوم لا أريد الحديث عن الناس ولا عن غدرهم، بل عني، عنك، عن علاقتنا بأنفسنا، عن ذلك الجسر الخفي بين ما نعيشه في الخارج وما نخفيه في الداخل. كما قال كارل يونغ: كل ما لا نواجهه في الداخل يظهر في حياتنا كقدر. فهل من الممكن أن غدر الناس لم يكن إلا مرآة لغدر أعمق؟ وقبل أن نتحدث عن الثقة بالآخرين، يجب أن نسأل هذا السؤال العميق: هل أثق بنفسي؟ الثقة بالنفس لا تعني أن أكون واثقا طول الوقت، بل أن أكون صادقا مع ذاتي، أسمع قلبي وأصدق حدسي. كم مرة شعرت أن هناك شيئا خطأ، تجاهلت ذلك الشعور فقط لأنك خفت أن تزعج الآخر أو أن تخسره؟ في العمق نحن لا نثق بأنفسنا حين نحتاج موافقة الآخرين لنشعر أننا بخير. يونغ كان يرى أن الإنسان يحمل في داخله نداء داخليا، صوتا فطريا، لكنه يغرق وسط الضجيج الخارجي، ضجيج الأفكار، وسط تلك البرمجة الاجتماعية، وسط الخوف. حين يخونك أحدهم، اسمعوا، حين يخونك أحدهم، ما أول شعور يخرج؟ هل الغضب أم الحزن أم الإهانة؟ لكن السؤال الحقيقي هو: هل أنا خنت نفسي قبله؟ هل سمحت له أن يتجاوز حدوده معي؟ هل كنت أرسل له رسائل بأنني لن أتحمل، أم أنني كنت أسكت وأتظاهر بالقوة؟ يونغ علمنا أن ما نرفض مواجهته في الداخل نراه في الخارج كأنه مصادقة، كأنه قدر، كأنه مصادفة، كأنه قدر. وهذا ليس عقابا، بل دعوة للوعي. كل تجربة صعبة تكشف لنا شيئا نحتاجه أو نحتاج أن نراه في أنفسنا. يونغ تحدث عن الظل، وهو ذاك الجزء المخفي من شخصيتنا. الظل ليس فقط الشر أو الضعف، بل كل ما لا نقبله: الطيبة الزائدة، الحاجة إلى الحب، الغضب المكبوت، الرغبة في الحماية. وكلما أنكرنا هذا الظل زاد تحكمه في حياتنا. يا زمن يا جميل. فحين نخاف أن
نرفض، قد نعطي أكثر من اللازم، وحين نخاف أن نظهر احتياجاتنا قد نتعلق بأشخاص لا يستحقون، والنتيجة تعيش تجارب خذلان متكررة، كأن الحياة تريد أن تقول لنا: واجه ظلك، تحرر، تحرري. أحد أعمق مفاهيم يونغ هو الإسقاط. نحن لا نرى الناس كما هم، بل نرى الناس كما نحن، نرى فيهم خوفنا، نرى فيهم ألمنا، نرى فيهم احتياجاتنا وحتى أملنا. فعندما أثق بشخص بشدة، ربما لأنني أريد أن أصدق أن هناك من لن يغدر، وعندما أرفض شخصا ربما لأنه يعكس لي جانبا في لا أريد رؤيته. وعندما أرفض شخصا ربما لأنه يعكس لي جانبا في لا أريد رؤيته. لهذا قال يونغ: ما ترفض أن تراه في نفسك يظهر لك في سلوك الآخرين. الثقة لا تمنح، بل تبنى خطوة تلو الأخرى، خطوة بخطوة. تبدأ من قرار أن لا أخون صوتي، ذاك الصوت الداخلي، أن أضع حدودا واضحة، أن أسمح لنفسي أن تقول لا في الوقت المناسب. لا أعمل شيئا أكثر من طاقتي وأكثر من جهدي لإرضاء الناس، وأن أختار من أفتح له أبواب قلبي. أن الغدر نعم يؤلم، أختار من أفتح له أبواب قلبي، لا بدافع الوحدة بل بدافع الوعي. صديقتي ويا صديقي، في النهاية لا أحد سيحميك كما تفعل أنت، ولا أحد سيؤذيك كما تفعل حين تتجاهل نفسك. ثق أن الألم جاء ليوقظك لا ليكسرك، وثق أن كل خذلان مررت به هو في جوهره خريطة لعودة إلى الذات. وكما قال يونغ: من ينظر إلى الخارج يحلم، ومن ينظر إلى الداخل يستيقظ. فهل آن الأوان أن تستيقظ؟ فهل آن الأوان أن تستيقظي؟ اكتبوا لي في التعليق أرجوكم، هل آن الأوان أن تستيقظ، أو تريد أن تعيش بقية حياتك في سبات عميق؟ هل تستيقظ يا صديقي ويا صديقي؟ وإذا وجدت في هذا الفيديو ما حرك فيك شيئا، فكرة، شعورا أو أملا، فاسمح لهذا الأثر أن يستمر. شارك هذا المقطع مع من يحتاج أن يتذكر قوته، واضغط على زر الإعجاب، ليس فقط دعما لنا بل دعما لكل رسالة وعي تنمو في هذا العالم. واشترك في القناة، لأننا هنا لا نشارك معلومات فقط، بل نفتح أبوابا نحو الداخل.
شكرا لوجودك، شكرا لوعيك، وشكرا لأنك ببساطة قررت أن تبدأ الرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت معاكم الدكتورة غزلان المراكشية.